الإنترنت اللي أنت بتستخدمه دلوقتي بدأ بسبب حرب ومشروع سري. تعالى في دقيقة نرجع بالزمن شوية للستينات وأقول لك تاريخ الشبكات من أوله لحد في النهاردة. الستينات العالم كله كان في توتر كبير، خصوصا وقت الحرب الباردة. كانت أمريكا خايفة إن سيناريو يحصل مرعب جدا، وهو لو حصل هجوم على أنظمة الاتصال مفيش جهاز هيقدر يتواصل مع التاني. ومن هنا جت فكرة إن إحنا نعمل شبكة لا مركزية، بحيث إن لو حصل هجوم على جهاز معين واحد، الأجهزة التانية تبدأ تتواصل مع بعضها زي الفل، مفيش أي مشكلة. المشروع ده كان اسمه ARPANET Advanced Research Project Agency Network، وده معناه إيه برضه؟ شبكة من الأبحاث والمشاريع المتقدمة. وفي عام 1969 حصل أول اتصال بين جهازين، وكانوا بيحاولوا يكتبوا لوج إن، ولكن الشبكة وقعت بعد أول حرفين اللي وصل بس ال L وال O. وبعد كده الشبكة بدأت تكبر، جامعات تدخل، مراكز أبحاث، لحد ما وصلنا في الآخر للعالم كله اللي انت وأنا منه دلوقتي بنستخدمه بالموبايل. يعني ببساطة الإنترنت بدأ بفكرة إزاي نفضل متصلين مهما حصل. بس السؤال الحقيقي بقى، إزاي الشبكة دي اشتغلت؟ وإيه الأجهزة اللي تخليني أقدر أعمل شبكة؟ وإزاي الداتا بتتحرك من جهاز لجهاز؟ هنا بقى ندخل عالم النتوركينج بجد، وده اللي هنتعلمه مع بعض في سلسلة CCNA اللي ده البارت نمبر 1 بتاعها. وأنا اخترت إن أنا أبدأ بتاريخ الشبكات لأن هو ده الأساس اللي هنبني عليه كل المراحل اللي جاي. دي كانت مجرد البداية، لكن اللي جاي كله تقيل. لو انت عايز تفهم الانترنت صح مش بس هتستخدمه، تابع معايا السلسلة عشان اشرح لك فيها كل حاجة من الصفر. لو استفدت من الحلقة اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. مع السلامة.